احنا امام شخصية مختلفة منقسمة. ركز كده معايا. مين الشخصيات اللي بتخشى انك تهاجمها في مصر؟ الرئيس حسني مبارك قائد الضربة الجوية واللي قعد مع بقاله 30 خلاص ده له استثناء. طيب. يستثنى بإلا. الرئيس مبارك فضل مصلحة الوطن على أي اسم وعلى أي مصالح أخرى. أنا اللي عارفاه دلوقتي إنه هذا الرجل حافظ على مصر. فصل. إني اليوم أنحني للرئيس مبارك وأنحني للشباب الذين أوصلونا إلى صدمة مفزعة صحيح، ولكن تغيير حقيقي في البلد، انحناء مزدوج لمطالبات عادلة وشجاعة. هذه هي المعادلة، وانحناءة للرجل الذي اتخذ هذا القرار التاريخي. الرئيس مبارك هو الذي توعد بملاحقة الفاسدين، الكلمة دي افتكروها، ملاحقة الفاسدين. بحب محمد حسني مبارك. يا اخي انت من القليلين اللي بيقولوا الجمله دي اليومين دول، وهقولها دلوقتي وهقولها دايما ولا اخجل من ذلك. لفت نظري قوي الفقره العاطفيه اللي قال فيها الرئيس حسني مبارك ان حسني مبارك الذي يتحدث اليكم يعتز بما قدمه لوطنه، فيه عشت وحاربت من اجله وعلى ارضه اموت. دي قيمه اي انسان مصري هتوصل لقلبه وهترشق في قلبه. دخلت قلبي انا شخصيا، والذي يطمئنني انا شخصيا وجود شخصيتين زي اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهوريه حاليا، والفريق احمد شفيق رئيس الوزراء حاليا، من زاويه تم اختبارها انهم غير طبعا ان هم الاثنين وطنيين مشهود لهم ان هم مديرين ناجحين. دي قيمه افتقدناها كثيرا لسنوات طويله. المدير الناجح المهني طبعا غير كونه وطني. انا اتحدث عن مواطن مصري، مواطن سكندري، شاب بشكله وسيم الله يرحمه، اسمه خالد محمد سعيد محمد صبحي. اتحبس اول مره لانه بيشرب مخدرات في المعسكر، المره الثانيه لانه هرب 4 سنين. واللي الله يرحمه المسجل اللي هربان من الجيش، اللي واخد عقوبات سجن، اللي كان بيحشش جوه الجيش، اللي يبقى بطل، وهو القضيه الوطنيه. بتحب الرئيس مبارك؟ ليس لدي اي سبب لكراهيه الرئيس مبارك، ليس لدي اي سبب لكراهيه الرئيس مبارك، بالعكس انا احبه واقدره، وهو بمقام الرئاسه وب 28 سنه حكم طبعا موضع محبه، هو يعني موضع محبه واحترام وتقدير، هو رئيس مصر. انت مع السيد عمر سليمان؟ عمر سليمان راجل عظيم. لو الرئيس مشي النهارده احنا هنخش الانتخابات الرئاسيه الجايه طبقا للماده 76 اللي معانا دلوقتي. ما هي دي. خلاص ماشي، ويبقى السيد عمر سليمان ماشي. ما انت عندك السيد عمر سليمان بقى رئيس الجمهوريه، هيدي امر بتغيير الدستور. نعدل بقى الدستور زي ما احنا عايزين. الدستور مليان مشاكل مليان تناقضات. لا احنا عايزين دستور جديد، احنا مش عايزين نعدل، احنا عايزين يبقى السيد عمر سليمان نعمل له استفتاء يبقى هو رئيس الجمهوريه. انت مش عارف الماده 76 دي عملت فينا ايه يا محمود؟ يا عمرو ماشي اوكي، انا مش يعني مش عارف ان دي اتغيرت الاستفتاء ده. ننتخب يا عمرو، ننتخب عمر سليمان. عمر سليمان راجل عظيم. احمد شفيق راجل عظيم. معاويه موسى راجل عظيم. انت عارف انت محبوب جدا من الشعب المصري، لكن علاء وعدني انه ان شاء الله لما يكون عنده وقت هنقعد ونتكلم عن ابن الرئيس، يعني ابن الرئيس اللي ما بيلعبش سياسه. وسير الزين مبارك بتعمل حاجات انسانيه رائعه. في مصر 2 بس بيشتغلوا سياسه، يعني 2 فقط. صفوت الشريف هو السياسي الوحيد والاول في مصر. فاروق حسني نص سياسي. لا يوجد سياسي في مصر الا صفوت الشريف، هو الوحيد اللي بيشتغل سياسه بجد، هو الوحيد اللي بيشتغل سياسه بجد. مش شايفين ان احسن نجاهد عشان نطرد الناس دي اللي بتتكلم باسم الاسلام واسم السلفيه؟ مش احسن تقول للناس دي زي ما قعدوا في البيت وقت الثوره، قولوا لهم مصر محتاجه لكم قوي دلوقتي، تقعدوا في البيت. فطلعت انا قريت الفاتحه، والولد المسيحي صلى للشهداء. انا وكان تحتيه، يعني انا ما بحبش اصنف الناس، كلنا مصريين خلاص، بس كان تحتيه كميه رهيبه من السلفيين كانوا في الصفوف الاولى. انا عايز اقول لك ان هم راحوا بداوا الهتاف مسلم مسيحي ايد واحده،
فاللي حصل ده ورى كويس جدا اللي كان بيفرقنا هو نظام فاسد. إذا وصلت بينا اللا أخلاقية في التعامل والانتهازية في ركوب الموجات، يبقى احنا في نهاية الأمر هذا مجتمع لا يستحق أنه هو يصبح مجتمع كريم. الاعتراف الأول عام، وهو أن الإعلام المصري وللأسف معظم زملاء الإعلاميين يساهمون في خراب مصر. خليك جريء وقول لي أسماء. ده أنا بقول لك 99%. عايز أكتر من كده. عايز اسمين. هيبقى بظلم ال 99% الباقيين لأنهم كلهم منيلين.